اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي لما النهارده بقى جايبه لكم خضار المحشي. هنتعلم ازاي نفرزه مع بعض في الفريزر يقعد معاكي من السنه للسنه. وهتدعي لي على الطريقه دي. انا جايبه الشويه دول ب10 جنيه. ما شاء الله، هو دلوقتي لسه يعتبر رخيص في السوق. بعد شهر تقريبا هتلاقيه ان هو خلاص بدأ يشد معاكي. هتلاقي بصي الشوية الصغننين دول بتشتريهم ب5 جنيه. طب وعلى ايه؟ طب ما انا اجيب الكميه اللي انا عايزاها دلوقتي وبراحتي، وكل يوم اغسل منها اللي انا عايزاه واعينه في الفريزر. انا دلوقتي قطعت الجزء اللي هو فيه العيدان دوت. مش محتاجاه، وهحطه في طبق كبير. وهبدأ ان انا اغمره بالميه واغسله. طبعا بيتغسل مره واتنين وتلاته لغايه ما يبقاش فيه اي حاجه خالص. كل ترابيه متشاله منه. بيفرق معاكي صدقيني بجد، بيبقى معاكي تحفة في الفريزر. اهم حاجة تغسليه وتنقعيه في مية وخل. انا ما كانش عندي خل. فانا حطيت عليه ليمونة، عصرتها عليه وسبتها كده فيه. عشان الليمون طبعا مطهر. بصوا بقى، انا عندي الطبق اللي هو مجفف الخضار ده جميل جدا، ما بستغناش عنه. معايا تقريبا بقاله ما شاء الله يعني فترة كبيرة، داخل على 11 سنة. بجيب بقى اي خضار عندك، ملوخية، اي حاجة حابة ان انت تنقعيها وتغسليها. ما شاء الله يبقى بجد يعني هيظبطك اوي في الموضوع ده. انا برضو هنا، مع ان انا كنت نقع الخضار في الطبق البلاستيك، لكن برضو بديله شطفة كمان في المجفف كده. لانه بيبقى اسرع. وبصي يعني انا بحطه وبشيل كده المصفى، كل التراب بينزل فيه. وبرجع اشطفه تاني مرة واتنين وتلاتة برضو براحتك. بعد كده بقى بتسيبيه ينزل كل المية اللي فيه. وابدأ ان انا اجففه. هو طبعا المفروض بيكون في وردة من فوق كده، بس دي اتكسرت عندي. فانا عندي بقى اي مفك كده قديم، اي حاجة ببدأ ان انا الف الدايرة دي بيها. بس تخلي بالك بقى من ايدك. فلازم نحافظ طبعا والله العظيم على حاجاتنا. ده دلوقتي معدي ال100 جنيه، كنت جايباه يا 150 جنيه. هو كده نزل كل المية بقى اللي فيه. ولو حابة برضو ان انا اعصره تاني كنت او اجففه تاني، كنت هديله لفة كمان. بس هو كده خلاص، انا ما شاء الله كده هو ما عادش فيه مية. مجرد بس ما انا هحطه على فوطة قط، اسيبه مثلا 10 دقايق، كل المية اللي فيه برضو يعني هو مفيهوش مية يعتبر جاف. اي رطوبة برضو فيه الفوطة هتمتصها. دي بقى الكمية بتاعتي يا حبايبي. هبدأ بقى ألفها كده اهو. ولو انت مثلا شايفة ان الكمية كبيرة، ممكن تجيبي كل يومين شوية على قد ما انت هتقدري تقفي تعمليهم. بحيث انك انت مثلا في خلال اسبوع تكوني ايه مخلصاه ومخزناه عندك. اهو بصوا بقى، هو هنا دلوقتي بقى جاف تماما معايا. هبدأ بقى ايه اقطعه. بتقطعيه طبعا بالطريقة اللي تريحك، قطع صغيرة خالص. ممكن بقى لو انتي حابة تجيبي بقدونس لوحده برضو وتخزنيه وتكتبي على الكيس عشان ما تنسيش للسلطات وتحت الكبدة بقى والمشاوي بتاعت العيد. كل سنة وانتم طيبين. حابة تخليه كده مشكل زي ما انا عاملاه عشان المحاشي. تمام، مفيش مشكلة. الطريقة اللي تريحك. انا برضو كان ممكن لو الطماطم رخيصة كنت سبكته على طول. عملت منه تسبيكة محشي، لكن الطماطم طبعا كلنا عارفين دلوقتي ب30 وب35، فحرام. فانا هعينه في الفريزر كده في الكيس. ولما اجي اعمل محشي، اطلع الطماطم اسبكها على حسب الكمية. لكن الاول بصراحة لما كانت الطماطم رخيصة كنت بعمله كده. بسبكه بطماطم بالبصلة بتاعتي. وبعد كده اطفي على الطماطم وانزل بالخضار. واطفي يعني خلاص، يبقى الطماطم لسه طافيه عليها، وانزل بالخضار واسيبه بقى يبرد تماما. وعينه في اكياس في الفريزر بيطلع معاكي بجد خطير، ولونه اخضر ما فيهوش اي يعني لون غامق او كده. بيحفظ لونه ما شاء الله. وانا بقى بكمل باقي الحبه اللي انا بقى عينتهم. بقطعهم. بسم الله ما شاء الله، لازم نحمد ربنا يا جماعه على كل نعمه، ونحافظ على نعم ربنا علينا. فانا بقى ايه حباكي تجربي الطريقه بتاعتي في تفريز الخضار. بجد جميله جدا، وتقدري برضو يعني تستعيني بيها في كل حاجه. انا بقى عملت منه اصلا جزء كده كمشروب، هنزله لكم برضو في القناه. مشروب الاخضر جميل جدا في التخسيس، يعني بيفيد جدا الجسم كله.
انا بقى هنا هعين حسب ما انا هستخدم الكمية بتاعتي في كيس بلاستيك. اهم حاجة علشان تحافظي على الخضرة بتاعتك ان هي ما تبص، اولا تكون متجففة تماما من اي مية فيها. تاني حاجة الكيس وانتي بتخزني فيه تطلعي كل الهواء اللي فيه، تفضيه خالص يعني تفرغيه من الهواء خالص. ليه؟ عشان يقعد معاكي من السنة للسنة ما شاء الله اخضر زي الفل كده. وانا ان شاء الله هعمل كمان يومين كده محشي برضو بالخضار اللي انا كنت مفرزه.